مرحبتين ومرحبا وصباح الخير، وعشان يبقى عندك حتة جبنة قديمة زي الحلاوة الطحينية زي ما انت شايفة كده. تعالي مع بعض نشوف احنا هنعمل ايه. الاول جبت بلاص من بتوع العسل. ايوه، من بتوع العسل. لو انت بقى عايشة في مدينة ممكن تستخدمي برطمان بلاستيك عادي خالص، وهقولك تجيبي الجبنة منين وتجيبيها ازاي. تمام. مبدئيا كده معانا شوية مش كانوا في البرطمان من السنة اللي فاتت. طبعا شايفة الجبنة عاملة ازاي، دي جبنة السنة اللي فاتت. تمام. هما دول كام حتة كده فاضلين فهنحطهم على وش البلاص. احنا جبنا كيلو شطة حمرا زي ما انت شايفة كده، ضربنا نصها بشوية لبن. شوية لبن غليناهم من امبارح بالليل. تمام، وسبناهم يبردوا. دول شوية مش شحتهم من عند سلفتي، تقال وقدام قوي، من بقالهم 3 4 سنين. تمام. المش ده بتاعي انا. ودي الجبنة البيضة. بص بقى يا ستي، التجار بيلفوا بالجبنة البيضة. هتعملي ايه؟ هتشتري 5 6 كيلو جبنة، وهتيجي جايبة طبق ملح حاطة فيه مقطعة الجبنة حتت صغيرة، ودهنة الجبنة من كل اتجاه ملح، وتيجي رصاهم على صينية بلاستيك، ماشي، او في مجور بلاستيك كبير، وتيجي شايلاهم تحت سرير، تحت ترابيزة، غطيهم وسيبيهم لمدة 3 ايام. تمام. تمام. هتلاقيهم مسكوا نفسهم معاكي ونشفوا، مش هيتبهدلوا ولا المش هياكلهم. تمام. مش هتحط ايدك كده في البلاص ما تلاقيش جبنة، لا، هتلاقي الحتة بحتتها. حلو الكلام، حلو الكلام. انا بقى عملت كده ليه في البلاص؟ عملته باسمنت من بره عشان ما يسربش المية او المش اللي فيه. تمام. اعذروني بقى التليفون وقع معلش. المهم، طبعا الشطة ضربناها. كل حاجة جاهزة عندنا اهي، ويلا بينا نبتدي. هنسمي الله وهنضيف شوية مش في الأول. مش كده من الايه، من القديم بتاعنا احنا. دول كانوا شوية لبن كده كنا لمين بيهم اللي في البرطمان، فضيناهم الأول. تمام. ده اللبن اللي كان نصه على الشطة. الشطة، شايفة الشطة شكلها ايه؟ هي دي الشطة اللي تشتريها للمش. حلو الكلام، حلو الكلام. هنضيف بقى شوية مش كده، وكمان شوية عشان الجبنة ما يبقاش لازقة منها لل... لأرضية البلاص. بص الجبنة ماسكة نفسها ازاي، انا بحدفها ومش خايفة. تمام. وهوريكم الجبنة القديمة دلوقتي بتاعت السنة اللي فاتت شكلها ايه، كان باقي منها كام حتة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. إيه، ما تعقديهاش على فكرة. قلتلك انت ممكن في مدينة التجار بيلموا مننا احنا يا فلاحين الجبنة والمرتة والسمنة والكلام ده كله، والطيور الكبيرة اللي تندبح، وبيروحوا بيها المدن يبيعوها. فانت سهل جدا ان انت تلاقي عن معاهم جبنة قديمة، وتلاقي معاهم مش، وتلاقي معاهم كل حاجة. هتشتري كيلو مش منها، ماشي، على ازازتين لبن او جركن لبن. تمام. هتجيبي نص كيلو شطة حمرا او كيلو شطة حمرا زي ما انت شايفة كده. حلو الكلام. وهتجيبي لك 5 كيلو 6 كيلو جبنة. هتعملي الجبنة الاول زي ما قلت لك كده 3 ايام. تحطيها في، تعصي ملح من كل اتجاه كده، ملح ملح، وترصيهم على ايه، في جردل البلاستيك، في مجور بلاستيك، في على صينية ميلامين، ما تحطيش على ألمونيوم، الملح بياكل الألمونيوم. وتيجي بقى ايه، تكوني جايبة، يا اما قدرت تشتري بلاست كان به، هتحطيه في البلكونة على فكرة مش هيزعجك خالص يعني، يا اما تحطي في برطمان. تمام. تمام. برطمان هتحطيه في دولاب المطبخ من تحت كده. طبعا دي الجبنة القديمة اللي بايته عندي، هحطها على الوش طبعا. ولسه هجيب جبنة تاني، دي كمية صغيرة، لسه هجيب هعمل جبنة تاني. بصوا بقى المش ده كان فيه بقى من خيارات ربنا، قشر سفندي، شطة، طماطم خضرا مخللة، اي مخلل كان بيتبقى عندي كنت برميه فيه، بس ما ينفعش. عايزة تخللي حاجات في المش خليليها لوحدها. بصوا الجبنة دي من السنة اللي فاتت، عايزة اقول لكم طعمها تحفة، اقسم بالله تحفة. نقي بقى انا هنقي كل الموجود عندي، الباقي بقى هسيبه وهصفيه وهسيبه. هنا طبعا ابتديت ان انا اصفي بقى.
انا كان عندي المش القديم بتاع السنه اللي فاتت، بس كان خفيف شويه. بصوا دي الحاجات اللي طلعت منه، الحاجات دي طعمها تحفه على فكره. هبتدي بقى ان انا ايه افضي على بقيه الجبنه كده. وزي ما قلت لكم انا لسه يعني البلاص ده ياخد له بتاع 6-7 كيلو جبنه. هضيف شويه مش من الجديد من ده على على القديم اللي انا واخداه من سلفتي ده. هقلب كويس قوي. دي اسمها خميره المش القديم ده بيبقى خميره المش الجديد. وطبعا كل ما تزودي جبنه هتفرمي شويه شطه على كوبايتين لبن ب4-5 معالق ملح، وتيجي حطاهم تغطي الجبنه اللي انت بتحطيها. بس بالنسبه لي انا طبعا كميه المش بسم الله ما شاء الله. بس البلاص بيشرب نسبه من الميه اللي في المش البلاص بيشربها شويه. طبعا بقى بالنسبه للفلاحين احنا بيبقى عندنا انفار في الغيط. بيبقى عندنا مثلا ضيوف بتيجي فجأة بنقلي بيضتين، حتة جبنة طماطم بطيخ اي حاجة عندك وبتحطي. وبنبقوا خابزين رقاق عيش طري بتحطي اللي ضيف لأنفار في الأرض لأي حاجة. فلازم ان هي تبقى موجودة. لازم ان هي تبقى موجودة. بصوا الطماطم دي طماطم خضرا. اما بروح اشتري طماطم فبلاقي كام واحدة كده حباية خضرا فباخدها معايا. انا صفيت كل المش والحمد لله المش بتاعي مفيهوش اي دود. الحمد لله نضيف بصراحة يعني. انا الشوية اللي اخدتهم من سلفتي دول كان فيهم دود، انا مسكتهم صفيتهم كويس قوي بشاشة كده عشان ما سيبش اي حاجة. بصوا انا كده اخدت شوية مش حطيتهم في كوز الخلاط عشان كان فيه شوية شطة فاضلين. الناس الفافي بقى تبقى تلبس جوانتي لان المش بياكل في الايدين شوية. اعذرونا بقى الكاميرا بتتهز شوية، واعذرونا برضو لو في اي صوت بره واصل لكم، لان احنا في ارياف يعني طبيعي تلاقوا صوت، طبيعي تلاقوا بتاع البصل، طبيعي تلاقوا بتاع السمك، طبيعي تلاقوا ملابس للاطفال، عادي يعني عادي كل ده بيلف في الشارع طبيعي يعني. نيلنا الدنيا مش مشكلة هننضف مكاننا عادي يعني. طبعا هو مش اعتيادي ان حد يعمل جبنة قديمة او ما اعرفش حد عمل فيديوهات على جبنة قديمة قبل كده. بس انا حبيت ان انا اعيش معاكم التجربة يعني، بما ان انا بعشق الجبنة الحادقة. جبنة حادقة قديمة ده بقى اسمه ايه؟ ده اسمه دكار. الدكار ده دوا المش. دوا المش ازاي؟ انه هو ما يبقاش فيه دود. هو الراجل قال لي كده. انا كنت متعوده ان انا بجيب خشبه كده برميها على وش البلاص وخلاص. والخشبه دي انا لسه رمياها يعني ما بعد ما صفيت الحاجات كده رميتها. تمام. بس هو المره دي اداني ده. وقال لي ايه بقى؟ قال لي حاجه كويسه قوي. قال لي هتجيبي حته شاشه بيضه او اي خرقه بيضه نظيفه، قطن شاشه اي حاجه. هعمل ايه؟ هفضي الدكار ده في القماشة وهربطها. تمام. مش هرميها على وش المش، لا. انتوا هتطلبوه من اي عطار على فكرة، هو عند اي عطار قولوا له بس ده المش. طبعا انا كان عندي كم التيشيرت بتاع ابني كان ابيض، فضيت فيه الدكار. هربطه بقى كويس قوي عليه سوبرمان. احمدوا ربنا. عادي يعني عادي. هو نضيف. طبعا عشان احنا بنحتاج الحاجات دي كتير قوي، انه حد بيتعور في الغيط من منجل بتاع، فلازم يبقى فيه القماشة دي اللي تستحمل وتشرب الدم. هنعملها كده مش هنرميها. بصوا انا ربطتها اهي، هي كده مدلدلة على وش البلاص. انا ربطتها اهيت. تمام. هعمل ايه بقى؟ هجيب غطا البلاص. البلاص بيبقى له غطا فخار كده زي. تمام. طبعا بسم الله ما شاء الله يعني انا مش قادره اشيله.
وفي حوالي 3 كيلو جبنة لسه هنكمل. تمام، بس انا قلت ايه الموجود عندي اقفله معاكم. ده الغطا بيجي مع البلاص على فكرة، بس انا كنت استخدام تاني، انا كنت عاملاها مبخرة عادي يعني. هنلبسه كيس بالظبط كده. بصوا عايزه اقول لكم ده ممكن يقعد 5 سنين عادي، طالما مش مخروم وطالما ما اتفتحش عادي خالص. بس طبعا احنا مش هنكمله 5 6 شهور وهناكله منه عادي يعني. انا اخدت شويه جبنه من بتاعه السنه اللي فاتت، حطيتها في برطمان دي عشان ايه